السلام عليكم ورحمة الله. عندي لكم قصة طارت لي هاليومين، والحقيقة أن القصة هذه بها عظة وبها عبرة. صليت مرة بأحد المساجد القريبة من البيت. يوم طلعنا من الصلاة عند بوابة خروج من المسجد كنت بطلع أنا والشايب مع هالباب. احترام لهالشايب أسرعت وفتحت الباب ومسكته لحد ما طلع الشايب، ثم طلعت عقبه ثم سلمت عليه: شلونك يا عم، أخبارك، الله يتقبل منا. هلا بي الشايب ورحب وبدأ يدعي الله يجزاه خير، ثم بدأ يفتح مجال للحديث بيني وبينه. اسألهم طبعا من أنت ولد له من هالسوالف هذه، ثم بعد ذلك بدينا نتحدث عن أمور الدنيا إلين وصلنا إلى نقطة بداية قصتنا. قال لي: شف، أنا ما في شغلة ما اشتغلت والحمد لله أموري بخير ونعمة، لكن في سالفة جرت لا يمكن أنساها. قلت: سلامات، عسى خير. صراحة عنده كان اسلوب تشويق حتى في قضية العرض، فعلا يعني انذهلت وبأشوف وش هالسالفة اللي ما قدر ينسى. يقول: كان لي صديق مسك شغلة عند الأمير نايف رحمه الله، كانت تقريبا عقده ب10 مليون، لكنه ما عنده الإمكانية اللي يغطيها الحالة. يقول: يوم عرض علي إني أدخل معه بهالشغلة الشريك بالنص، بمعنى أن يكون لي 5 مليون وإني أجيب أنا معداتي كلها وأغطي المشروع بالمعدات. يقول: العقد كان باسمه ولا في بيني وبينه أي أوراق تثبت الشيء هذا. يقول لي: بيننا كان أكبر من الأوراق أصلا، فاشتغلنا وبدينا نشتغل بهالمشروع. يقول: كان يماطل بي لما تجي دفعات. أنا يقول بيني وبين نفسي قلت لعله ما يبي يلخبط بالحسابات، لعله يبي لا قضاء تصير التصفية مرة واحدة. يقول: خلص المشروع يوم انتهينا تماما. يقول: أبدأ أتصل عليه مرة مرتين، أسبوع، شهر، ولا يرد علي نهائيا. يقول: اتصل علي عقبه وقال لي: يا ابو فلان شيل معداتك من الموقع. قلت له: حقي طيب وينه؟ قال: ما يخاف نشيلها ان شاء الله والامور الى خير. المماطله هذه استمرت سنين، واظن انه قال اني رفعته للمحكمه وانه حضر وانه حلف قدام الشيخ اني مالي شيء عنده. يقول: عقب هالسنين هذه جان خبر انه لبي يسافر برا. قلت: بروح لمه وين ما كان، ابى قابله قبل هالسفر هذا ضروري. يوم شفته قلت: شوف يا ابو فلان، انا ما قاعد اعيد عليك من اول وجديد اني والله بعلمك وش اللي لي وش اللي عليك، لكن شوف، اسال الله ان كانك مانعا من حقي وانت قادر انك تسددني اياه، ان الله يرجعك من البلد اللي تبي تروح له وجنازه. الصراحه يوم قال هالدعوه والله العظيم اني ارتعت انا وانا عنده، والله العظيم اني ارتعت وانا مالي علاقه لا بهذا ولا بذاك. يقول: سمع هالدعوه ولا حركته شيء، وكأنه فعلا مالي حق عنده، وراح الرجال سفر. ما وجدت الدعوة هذه بينه وبين الله أي حجاب، فرجع جنازه بعد 10 أيام. يقول: رحت وحضرت العزاء، ويوم طلعت مسكن واحد من عياله وقال: احنا نعرف بينك وبين الوالد وكذا ونبيك تحلله الله يجزاك خير. يقول: قلت له: والأمر بهالسهولة هذه ما يرشف، أنتم عطون حقي وأنا بحلله عن أذيته لي خلال كل هالسنين اللي راحت. الولد طبعا ما صلح له العلم، ويقول: يوم اني رفعت انا دعوه قلت لعل بعد وفاه والدهم الامور شوي تغير ويمكن يرجع لي حقي. يوم وصلت عند الشيخ وكل حاجه قالوا: شوف، احنا والله ما نعرف شيء ولا ندري ان كان لك شيء، ميري اذا تبي 500,000 عطيناك وتوكل على الله. يقول: قلت: لا 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 لا، 500 خلوها عندكم، والحق اللي ضيعوه علي ابوكم بهالدنيا بلقاه ان شاء الله بالاخره. يقول: انتهينا على هالعلم. القصة فيها مواعظ كثيرة، لكن انتبه الحاجتين: انتبه من دعوة المظلوم، وإذا ما نفعت نفسك لا تزعل إذا ما نفعك عيالك.